بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بلي واسما أتى وكنية ولقبا إصرارا أرسل زياد سكنم فقيه إذا واندا فري واندا بلا بيد من لقب بالذنب الله خطأت فاحش لقب بكل ما نجي أبدا لقب عرب جدا لقب عرب جدا لقب تمام قال إذا واسما أتى وكنية يعني أتى العلم اسمه أتى فاعل مستتر هذا هو راجع بال علم تكن بعث علم اسما أتى والله جام قلب التأويل محمولا عليه يعني تبي والحال وصف فضلة وصف وصف تمام وصف أبيها هاني أوكي أقول يا صاحبي في مشتقتي غالبا كذا مشتق بجري جارة غير مشتقتي أو ياجي قابل كنت هلك قران هني في استعراء وسائل مزبلة دوانا دا بجي بالنسبة لبال إيد وفرتي استعمار كرد لوقت اللبة أري بغير جي مثلا جي أو هذا أبي هاني قرنا شايد كو هاتجي من التأويل بكل تأويلك مناسب شايد تأويل بكل مشتق جيبوا إن شاء الله واسما أتى العلم وشخو تبي كنية ولقبا عطفا بسد اسما إذا بالترتيب هذا جانا نعرب هي نعرب نعرب ألفية أو صبان أشموني وانا جانا أو كترتيب هذا بمخالفات ثانكي نعرب فرج هذا خطأ غلاوية ثانكي عجلت كبير وكمني كوسكت السلامة إيه بسيط تمام خطأ يمد إيه بسيط إن شاء الله واسما أتى العلم علم تعبير تركي أزل اسم كي جاء علم شيء وهو ما ليس كنية ولا لقب إيش هو بني سببكم أنا إيش هو كنية ولا لقبا كعطف كريال سري عطف مغايرته قرينة أو جارة كنت بيع علم كنية شخص علم كنت بيجي لقب شخص اللقب تبي ولا بيع علم أفلا يعني تيني بمعنى علامة نشان هو معنى تقول تدي يكون يجي نشان اللقب يجي نشان بقليلة كنت ترى كنية ولقبا آنية عطف مغايرة الفاضل جور لما كي نبوي معنى هاي تستعرف تقول علم بو وهو ما ليس كنية ولا لقب تمام قال إذا أبو طالب قلت الأولى تابعنا قلت الصواب أغلب جانب الصواب في خلقي قبول ناكد باشا الرجال قلت أولى أن يقول وهو ما ليس مصدرا بأب ولا أم ولم يشعر بمدح أو ذم أولى قلت أوهاب ثم ولأن الكنية واللقب لم يعلم بعده يعني هي بعثاوينات بعثاوي حقيقة يعني أولاد ياوي
أجي موافقات بكبير نتائج إحالة على المشهورية الله يكون ها إحالة سلمشولي ليه حوالة سلمشولي بس أولمود يعني تفهم كلام ده جبوك بلي زمان بلي مخوندية يكي كان خوند ها بس ده إحالة بالنسبة لبالي واسع مشهور مش خارج أمزان بس قلتنا أبو طالب غاية الجيه قلت ما ليس كنية ولا لقبا بس بقولت أنا نم صدري أبو أمي به ونم شعري بمدحوظ چونكي هيك قال كنية قال لقبه بالبصر القرآن واخد تقريبا حفتكية هر شب جانا شبيه بجارة بديه مذاكرتكم يعد غفوري يا تشكيل قرآن واخد شب وبيرام ده شياد موزي بيرام ده استكري وأنا كنت مثلا استكري ما كنت مذاكرة شباب يعني بس وكنية كنية وهي إذا أوكد بدنا شري قوتي بدنا شري والكنية بضم أول كو وكسره كنية كنية بس لبلا وجمع الأولى كنية كنان أري كنان 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 كنية كنان كنية يعني شو ما مقاس أزبيجم تبي جارتي هنك إعراب ضعفي مستري إيه من كسرة كريه كسرة كريه كنا يا كنا نابه جمع كنية كناية بس ها يبيجي دليل بلغة كذا هنا كنية كنية جمع كنية كنا جمع كنية كنا بس أظن مرنا يعني المجنى يعني إن شاء الله تبو وهي كنية شيء أول شيء الموضوع درجي وأخوان ما أو اسمي بس وصدر بأبي هاتبه تصنيف كرد يعني جعل في صدره اسمه بس اسم هاتبه قراندن آني بسري شيء أب بس ما صدر بأب أو أم يعني أم فلان كان. بس أم علي وقيل بابني أو ابنتي إن كاش قلت ابن وابنتي خال وخالة عم وعمة أما عبارات تب بس يعني شخصا من بالترسي عموما ادفي من والده تمام وان كنيا لبعض فقد قيل هيك صيغه تبريديه بس قال ولكن بدك قيل يعني دوام مجموع خفاها هي بس ونفر مستعمل أمي بيجن وقت بانا وقت أبو أمي دولة سريوي دقيلة آن يوصى يعني مالو قاوي تاب بكولة خاز خال وخالة جهبة أو ديسا كلية طبعا مثلا لكن مش من نوع المتابعة ها ساعة تاريخ يعني بدنا نقول يعني وقت بقوها كانت تيخي بنيت شيء هذه أبو أمي خارجي تتخي بنيت شيء ها بس ناك بنيت إماتي أن مناسب وتكلا بنيت بس بلي من كنيت أي سترت شيخ ربي قلت كنية مأخوذها بس لأن أرض قارب بيجي سنذهبي كوفيا بس سنذهبي كوفيش كوفيا ليه؟ يكون وزين مشتقش عليه إذا ما عندنا أخوذ جوله في دائرة أخذ فريق بس مأخوذش كنيتو بمعنى ستر oldu أي ستر عينا كنية كناية جعل معناه دا يكن
شو استعارة بالكناية كناية بمعنى حقيقي ستة هذا بله معنى واحد بجد كنيتو ما ده كان كناية كنيتو بشدني لا كنايتو كنا شدهي هري كنا يائيها كنا يكني ولا بيجي يكنو الحديث لا تقول لا تكنو أو يا آيلي يعني تبغشيني تشوت سكن كالكناية عين بنا كناية معنى ولا ست تذكرنا تذكرنا عادة ست شعبت بله بو بله والعرب راسته وآل بريجي كبر بريا مرديني تدي كبر أو كاتشون هاتنا ناف عربا هي عربا ناف هي لذي ولا تجي وقت يهمه أزديش لك لذي ولا أنا رابية آل برية أنا جاية بباب فلانكس باب علي يعني غاية تعظيم إيه عربا شوية يجينا أنا جي حتى تشوف منابع خبو بغدادي في خزن الكلية أبو عمر يا أبو ياسر مثلا حتى بقولي يعني يجي خطاب ويا هو المرات لو عرب أنا جوالي والعرب يقصد بها التعظيم التحقير قداول لا أو آيلي أو أنا آيلي أو يا جمعنا نابته أو يا دوبت كذا خد يعني مختصر يقصد بها قاعد يجي تحقيق أغلب أبيات أغلب أبيات فدي ما أثار كشبه تحقيق قرينة يا معنى عبارة يا قرينة خارج تعين كشبه خاطر تحقيق بله oldu جبوا خاطري يعني أو قصد تعظيم قصد تعظيم تمام كل ذلك كالكنايتي أبو طالب بدأ أي الكنية كالكناية في كونها من كنيت لو ما تبي ما جوار معنا أي ستاتي أو في كونها مصدرة بأبي أو أمين أو رجل فالكناية يعني كل ذلك أبجي أوجي كناية أبو عمر أبو سواء سليم ده هي إذا كناية أو استثناء أو كالكناية المصطلحة هو ضد كناية ضد إيجاب لا كناية لغوية بله كناية علمي استعارة المصطلحات عند أرباب علم البيان من ذكر أحد المتلازمين وإرادة الآخر باب بلانكا ذكر كلية مرادات أو ناوي شيء إذا المراد بذكر كلية هو التعظيم اللازم لها في عرف العرب أساس شو التعظيم جبوك التصريح الناكي بالناف بله الصح ولا تصريح الناكي بالناف يجي يقول كما قال والعرب يقصد بها التعظيم كلية قصد تعظيم جبوك الناف ذكر بو خسنة بو عمل تصريح الاسم فما هو بس بو خسنة هذه والله مش تفعلنا كده فما هو بس بو خسنة خوش ده ليه 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 يأنفوا أن يكون بعض النصوص أن تفاضل باسم بجد صح ولقبا وهو لقب شيء ما أشعر بمدح أو ذم أما أو تشتكوا إشعار بك إشارة كذا إعلام هذا بله ببال مدحي يا زين يا دارك تقولي دارك حشكو لك كل ما نجيب جرب حشكو لك أبي حشكو لك ها بله أبي دارك أبي رشك أبي بشك بله يا تبكي ما نجيب ولا غاية يعني تحكينها بله تمام قال ما أشعر
بحسب وضعه الأصلي. بله متهمل ياخدها أصلي ياخدها قاتل دانين يعني أو إشعار هذا لا العلمية ها ما وضعه هي علمي بله شيء إذ بحسب وضع العلمي لا إشعار له إلا بالذات نور مثلا كذا قال جمع من أرباب الحواشي فيهم كورمون والمتجه عندي أنه يشعر بحسبه أين وإن كان المقصود بذات الدلالة على ذلك إذ الإشعار الدلالة الخفية وهي لا تنافي كون المقصود بالذات ما ذكر ولا مانع من قتل وضع ذلك تبعا يعني ثم رأيت في التصريح إجا فرد ليش والله ذكرت المخيلة وني مخيلة بله وهو ما أشعر بمدحين أو ذم انظروا إذا أبو طالب جرى الأوكيوية التكهنة وهو ما أشعر اعلم أن كلا من الكنية واللقب هل حبت كنية ولقب على ضربين بسبب أحدهما ما كان وضعه قبل اتصاف معناه العلمي بمعناه الأصلي قبل اتصاف معناه العلمي أو معناه علمي كنا بميز العلمية بل يكون بقى وضع أصلها بمعناه الأصلي بل كتابه وسكره تري للتفاؤل أو التطيب لجانا نافضاتين حقت نافضاتين علي يذكر رياح حضرتي علي نافضاتين عمر يذكر رياح حضرتي يا محمد كبلا فردك باش ياجي تطير شعر يبري عربة داتاني نافضاتين كلب ليش ما تداوي كره فلان كلب ورجوكم مزمنا بخلقي بك بله أريك علينا والثاني ما كان وضعه بعد اتصافه به لمك على كل حال أبي شو سر قلتنا هذه الصبان لما تشد أصلي قدامه شد أو كذا قابل إشعار بك بالمدحية أو يا شيرات قلت لك قال الردي ما أشعر ما قصد إشعاره يقولون التأويل بكل يقولون محمد أحمد ورد لنا في البندق إشعار ما فيها أنا عندي البندق يتهوي كان غير إشعاري وقع كرن يقولون وانا ورد لنا يجي قائمة التأويل في كان محمد كان ورد لنا ورد طبعا تشوف والله بضاني درامات شان لا يعني شو يعني معلومة شبه قصدها بس خبوش قصد يعني هدش يعني وانا بقصد تشكيل نصر قال الردي شيخ الردي قوتية شيخ قوتية والفرق بينه وبين الكنية معنى من جهة المعنى يعني معنى منسوب السبب فرق بين لقب وبما بين كنية من حيث المعنى من حيث المعنى وضوح أن اللقب يمدح الملقب به وبه نمدح الملقب يمدح به يمدح الملقب اسمه مفعول أو شخص لقب جرافة تي أوليور تي بازنداي مدحي تكرر بتشي أو يذمه يعني زما ويتكرر بمعنى ذلك بمعنى ويلا زيك جرافة تي أو كل يقول قفته وفطة بمعنى ظنانا تي زمحي علي بمعنى ويلا مدح هذا لقب أري إذا تشتن هي أساس مثلا بيجي أبو بكر
أول ما كريه ناظر بله أو شيء علم 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 أولا موضع أولا علم علم أبي أبزع ده كما أبو السري ده بأمر أشعر ولا شيء تمام قال بله قابي سر شداني تمام أول بله أسود شد أو يهاني بله نكون حبك معنا بيدا وجن ليس بخلاف الكلية كلية نولوه قال شو معنى نولوه فإنه لا يعظم المكنى بمعناه بالمعنى متعرقب لا يعظم أو مكنى فيه بله ليك هاتي كلية كرن أو بمعنى ويبخو أريه باب الدباجيج بي هواي أفنافك عليه بله يعني تعظيمه يتشنع بل بعدم التصريح بالاسم في القابل بله سيدة جبوي كنت تصريح ما يكرم بنابي بي أو دور ذا عرب قصة تعظيم كلنا هم تعظيهم بمعنى وبعرض هذا شيء نظر ولا ما بقول معنا نخش الدم لا لا أو الرجال إلا يا هذا كان فياخذ يعني أنا أشتى أبو جهل أما كان شاء تعظيم ما يمكن بين بعض تعظيم أما الكرة قاعدة شامل سهل فإن بعد النفوس هنك نفوس بله إيه تأنفوا تأنفوا تتأنفوا بل أني فيأنفوا فوزي خبل تأنفوا يعني تتأنفوا حتى لا تني يعني معنا والله خلاص تأنفوا يا تتأنفوا أن تخاطب باسمها قال لك بي خطاب كده بالنابي خد يعني فوزي خبل عايز ليك فوزي خبل معنا الكناية جي عجزي يرون يا شعبي أمش بردة يجي خرقان بيد نبي والله أريك عليك وأخيرا ذا إن سواه صحبا التأخير بكان لقبل إن سواه إذا باسم أو يزول بله وكن يجي مؤنثة إنز ومذكر مالا بله هذا مشار إليه ذا لقب لقب وأخيرا أخيرا صيغة فيلم ها ونشكرها هنا تأكيد وأخيرا ذا أي اللقب يعني حتى أبو طالب قلت أي لا مطلق العلم لا مطلق على بلى. هرسجي بله لا مطلق على وأخيرا ذا أي اللقب إن سواه صحبا إن صحب سواه صحبا بله باب المعود عامله على شرط بله جدي أن داخل السد اسمه حرفان أنجح داخل السد فعلا بله إذا كنت واخرا ذا إن سواه إن سواه غير القوتي يعني الاسم وضوح بله حتى هنك لسر عمومي يشتغل ذا لقب يعني معنى شب كلية رابع بله شب اسمي رابع مرتبوي تأخير هنك أول قوتي الجمهور والنابش بله لو ما مجبور بشيء قوى المراد به الاسم بله لنا مراد سواي بله سواي لقبي نا كلية بلكي نا كلية واسم بلكي اسم بتهمي ثانية بله قرينة
قرينة بله قال لك كتاب هذا اللقب وكنية هبرتين بله تبارا خذ اللقب الاشياء كنية هاتية كسي اعتراض لك نك بله قرينة خارجية بله أبقى مراتب ومراتب بله قرينة مثال مرادي هي هانش خارج ليش ذات زي الكتاب هذا دليل دينه ما وجد في بعد النسخ انسواها بأمر دليله او آيلي او آيلي دعوة ناخر يعني او يا آية قولي خلقيه يعني غير الدليل عقيدة برافو قولي سواء خلقيه مرض أفز لوجوده بعد النسخ انسواها إجازة ورنامي أزيج خارج بي هذه استواءات سنة تمام رأينا بله على كل حال دليل خارج شو جزان بالكتاب هذا لقد جبت أشياء كلها هذه كثير اعتراض نك لك لو بدي والمراد به الاسم أليك قال بله دبي ولا يبعد أن يفهم هذا هي تصير قرينات قال بله ولا يبعد أن يفهم هذا كمراد بله السواء أبا من لفظ السواء سواء بخط بله بحمله على الفرد الكامل ها السواء إذا ذكر الشيء مطلقا سواء يراد به الفرد الكامل الفرد الكامل ها قلت إيه ويجي خلينا جمد داخل إذا أوجد هذا بقرينة أن المسألة في تأخيره عنه بله في تأخيره عنه مسألة المسألة قرينة في منها لقب تريج اسمي تأخير اسمي بيحق بله قال لقب أشياء اسمي كلها ناقع على قبل بلى. كلية كلها يعني أجد بقرينة تجمع حساب بك شار قرينة يكش خارج إذا دوا السيوة إيش السياق فرد كاملة إيش السياق هذيك مسألة كتقديم وتأخير اسمه ولقبي ولقبي إيش إيش شارع وكا ملعمة قفت هذيك الدنيا المسخادة قلت فيها سيوة بله تمام غالي بله الدليل راجع ما كنية باك أري كما وجد في بعض النسخ الدليل لسان مراد هذا في بعض النسخ إن سواها صوب إن سواها بس صريح وش كنية بله أري قال سوا يكون لما مساوي بله ما مسألة تأخير وإيش اسم بله إن سواها تروى صرح به في التسهيل صراحة التسهيل ده قول بيه باسمين رابع أو إشباه رابع بله كنية رابع نلعب بالإشباه بدا أو بي بدا أو جيبوا التأييد أوي مركالة تسهيل وشرحات تسهيل ها بمي بله بمي وعلله مصنفه علت أن يجبيارا هيك ما سواي اسمه بله ولا ما سواي اسمه هذا شرعة السليلة في شرعة السليلة لازم اللقب اسمه شون لبي بأن الغالب وفي علة جئة علة بله يعني لأن الغالب أن اللقب منقول من اسم غير إنسان اسم غير إنسان إنسان أساس التي تكتبينها هي جارها أساس كتير من الخالق بدي اللقب قابل كل تشبه أولا سامع أو الزنبكك وأنا شخص معنا أصلا ورد ذلك أو ورد بله منقول من اسم غير إنسان اسم بله أو اسم نايم بله كبطة وقفة الذي جاء قفة أما شامولي لابد قفة وبطة بله يبدأ ما بينش يسمى بطة
قفة أو دارا دار حشكة رزان رزان دار حشكة رزان رزان العشرة في اليابسة في الوالد. البطيسة أو ذنبي وطايتيوك مزاري مردينيا ورد فودين زكم برزك إجا بريد دخول تبي أعزك وأعوار وتقال جيري جور زرع بطة بطة فلو قدم هذا شاطها هاتي وكافكار منه قديت التقديم كنت لقبل السلسلة بلس لتوهم السامع أن المراد مسماه الأصلي أو السامع وهم بك ظن بك كمراد ب معنوي أصلي أصلا بلس معنوي أصلا عز الدين مثلا تبدأ تمثل معنى أصلي نظر قال شو نابي عز الدين زدين إجا حتى في اسم في ربي تدي إنكي زمان الفوت بلس يبين هر جهة شنو مثلا صدر دوش جاني خطته هندن جاء قرنا إلا كيو معناه حتى مراده جد ماكي ما مراده هر جهة مراده بدي معنا دو حلتها أول بدي كي شفارة جاء أنت فقرينا يسوي ما قلت جاءني بدو هرت عودة تعليم كل يوم معنا حسنا مراده أنا أوجد بالله كما الدور جاءني البرابة دارهات ما بيغمر صلى الله عليه وسلم جاءت الأشياء ساجدة قال لكم ده قال وذلك التوهم بلس التوهم اشتهم توهم قبل يعدله أقرب بلس مأمون من أقول مأمول مأمول به مأمول بلس هي مأمون بلس مأمونة يعني مرجع أمين أمينة بلس بالشيء بتأخير على أبوه مخالي قال لك لكم قلبه مرجع أمين إمادة مرية فلن يعدل عنه لأن أصل بوحد اسم لبيش جميع أصلي ردود نائب بلس الناظر تمام بقول بلس أساس شبه قال قرينة صارت هذا قالب بهذا قرينة صارت قال لك هذا أبي باش أما طبيعي بس الحالة خبه جيوي تأخير مشهور بالتأخير بالقانون أنا هو قرينة هو مشهوريات في قرينة هو مشهوريات في قرينة يورد يعني فاصل يورد 100% لا تبادل غير كم تأخير كده كان رقم مفسر كده صار مفسر لازم من آخر المفسر أتلا قوي في تفسير مفسر كده يراجع من آخر معقول بل بل وشد تقديمه في قوله ما دام لما ورقوا اللغة في قرينة يجتمع بقول الشاعر ده تقديم أريه لقبه لسان اسمها فيه الياجد بين شاذ تمام بلس الياجي شاذ وقشه يعني زاد جبت كل امرئ بمحاول الدهر يا نوى أبلغه ذيلا وأبلغ من يبلغها عني حديثا وبعد قول تكذيبه بلس بأن ذا الكلب عامر خيرهم نسب حسب روايتك ببطن شريان يعوي حوله الذيب السلاح عربة عندك ما قبل المكسوسة بيت دي مفتوح بس ألف بأس لفاس بأس لنباس بلس تمام هذه هو بل قال جاب بري كل امرئ بمحاول الدهر مكذوب وكل من غالب الأيام مغلوب أبلغه ذيلا وأبلغ من يبلغها عني حديثا وبعد القول تكذيب يا هذا تمام
كل امرئ تمام إنسانا بمحال الدهري بحيلة زمان بحيلة زمان مكذوبه مكذوبه كذبة ويتكلم يعني مكذوبه الحال مغلوب يعني راس دناي يعني كل إنسان بمحال الدهر أريه محال كيد حيلة مكر مكذوب مغلوب قال مغلوب مكذوب بمعنى مغلوب ولا لا مناسب بل ولا كل إنسان بكيد وحيل ومكر زمان مكذوبه مغلوبه لما هو معنى جدي وكل من غالب الأيام يجب وكلمة كل إيك بخل يعني أراد أن يغالب الأيام إيك غلبة بك للرجاء للزمان مغلوبه أو يا مغلوب إيك دانا ما كلمة أو دائما مغلوب كثير زمان عين الزمان أبلغ هزيلة بقي هنا قبيلة هزيلية وأبلغ من يبلغها وتبقي هنا ويكسك تبليغي وابك نعم شيء قلت لي بالجوان عني جهلا مضى حديثا أولايك حديثنا خبر دانا معنى أولاي حادثة ما خبر ده فاش ناخذ بعد قول تكذيب لا حديثا والله أولاي في والله حديثا شكل كذا يعني قلتلك شيء عم قلتلك وبعد القول تكذيبه وحالك هنك قلتل سواء كانت بر هذا التكذيب معنى كذب بر درون يعني هل قلتل جينا راسته أو جي راسته هل قلتل جي ما راسته ده أو جي أبا أو قلتنا هذا بأن ذا الكلب ذا الكلب لقب صاحب الكلب تعجيل عملا لأن عطف بياش تشفيه عملا وعملا خيرهم نسبا حسبا قنجي وقوم هزيلية جاء نسب سلالة يا حسب هلا مفاخر دي بابا شرفا دي بابا أو يا ببطن الشريان نار الجيب لنوارة الحامل أريد ينوي حوله الذيب يعوي أو تبكي للدوراوي قل كما معناوي قلاوي كشتي في آبيتي عربي وقوشتي ويجي دخل إذا تسمع أو تبكي ناهل هبالي وانوي ضريب يعوي حوله الدين استشهادا بغدا مثل الكلب عملا هذا لقب ليش دخاتيه اسم شون دخاتيه هذا هذا شاز إن شاء الله شيء يا قليل يعني إذا وأما الكنية ككنية قالب كنية فيجوز تقديمه عليها والعكس جايز تقديمها لقب المبتدئ وعكس لكا تريد تقول قلت بينك نسخاتا بتجي هودا هاي وأخيرا ذا انسواها صحيح إذا هنكا طول بيتك بيتك هو نجعل آخرا إذا اسما صحبا هو الثاني تمام قال ونجعل آخرا إذا اسما صحبا هو بقول أنا هيك شيء زي عمر معارف النهج واسما أتى وكنية ولقب ونجعل آخرا إذا اسما صحبا
تمام بله جي فنكباشيدا ونجعل آخرا إذا اسما صح شنو قال كذا قالوا والله الشيخ ما قلوا يا علماء ورقلوا علماء ورقوتي قال بله مثلا كلية لقبي كلية لقبي اسمي علماء حقي تقديم تاخير وضع الشيخ ما قلوا يبقى لكن مقتضى التعليل المذكوري مقتضى تعديل مذكور ليش شرح التسهيل بله جو قام يقول لك بيشتا ب أو سامع توهم بك يكون معنوي تعليل مذكور أو اسم نعم تمام بله لكن هو قلت له لكن مقتضى التعليل المذكور أو تعليل بيش بس مقابل امتناع تقديمه عليها أيضا ليه تقديم لقب لسان كلية أيضا من التقديم هو لسان اسمه إذا فتأمل تأمل تأمل حتى بالمثلة تأمل إذا تدي درجة وين بله قلت تأمل فتأمل فليتأمل شقاق قويبة تأمل بني ودابة فتأمل بله قال يكون دهار زيادة فليتأمل بله برابط التفكر كلمة لجيلك دا قلت وجهه على ما ذكره المحشي أبو طالب أن هذا الإشكال لا يرد على المصنف الإشكال وارد لسان المصنف نابع فإن ضمير في سواه أبو طالب ضمير سواه يعود إلى ذا أي اللقب بس راجع بال ذا مشار إليه اللقب وسوى اللقب يشمل الاسم والكنية كليه شامل لسان تدي كنت براها إذا الإنسان شو سر إيه بريحه تدي بلواني لما معنى أو علتين شيء كنت قاعدة جرى مقدم يسر كليه إذا ما ماشي دمير أكيوان ماشي ما زايد إذا لقب قال إيش المقدم يسر اسم جنابه كليه الإشكال صار يوم في كيف شيء تشوف المراد الاسم صراحة الاسم بلى يعني طلعت شيء هذا شيء ثاني شيء تبدأ صار شعره بلى في أنا صراحة سر مسبب ذي شيء بل وحاشي المطالب هكذا جاء وجه الإشارة إلى احتمال أن يكون مذهب المصنف في هذا الكتاب هو ما يقتضيه تعليله من وجوب تأخير اللقب عن كل من الاسم والكل حيث أورد الضمير في سياق مذكرة مع إمكان تأليفه لذلك أبو طالب ولد أريابله بله ده شو بيتك يسوع ها بيتك بتختلف حتى بتختلف بله وإن يكون أي الاسم واللقب بله يعني اسم ولقب أي لا الاسم والكنية أريد بله لا اسم كنية ولا الكنية واللقب تمام قال بله ولا الكنية واللقب وذلك كما نفعنا بله ولأن الكنية مركب إضافي دائم بله كنية دائما مركبة إضافي إضافي إلى قبل ولا جانا إضافي بله مركب إضافي جانا يقول بله وإن يكون أي الاسم واللقب مفردين هردو بله مفرد اسم لقب سعيد كرسي بله فأضف الأول إلى الثاني حتما عند الأصل إضافة بك إيه أول إيد بله تمام ليه أو كاسمه إضافة ها بضل لقب لقب داراسي تيجر تشبه
إضافة بك ببال إيه شبارة بلسنا بو بله اللهم بديك قال في التصريح إلا لمانع إيش معنى هذا شو هذا زمان شينا به ككون الاسم واللقب بأل بدي أشوف ليش كالحال وا ليش أو الميزة الميزة من اليوم ده ومعنا على الأول حتما وجوبا بله عند البصريين لا بله أو هذا سعيد كرزي هذا سعيد كرزي كرزي أي مسمى لا أي مسمى مسمى كنت معاه شيء شو ها؟ علاقة كرز كرز لئيم يكون ماهر يكون ماهر باللئيم كده حيلة ومكر ومر ودري وفلان يكون تيدا وزمان بله تمام ولا كرز أول ها ده لئيم ثاني اللئيم ماهر والحاذق ايه ماهر ما عندي زي الخير لا للخير خارج ودي الراعي شيء أدمن ده أبد اللئيم ماهر بس إيه بيس وزمان إيه زمان جواب حتما عند المسكين هذا سعيد الكردين أي مسماه مو كامل بله مسماه يعني مسماي كرز مسماي كرس ليك أو ذاتي بلى أو شخصي بلى ليك سعيد على مش بلى تمام بقى بله أي مسمى كما سيأتي في الإضافة ها شوك أيديا ببعث إضافة يقول ولا يضاف اسما لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورث وشو ذلك وأول موهما إذا ورا إذا ورث أشتاء سعيد كل إيه ما اتحاد هي وإضافة شيء بويه تبيجي ها تبيجي مراد كل مسمى بله هي في اسم جيب قري هي في مسمى سمج كما سيأتي في باب الإضافة أو ها دائما ذكر ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى هو أول موهما إذا ورد لبلي وأجاز الكوفيون الاتباع يا الاتباع هذا اتباع إيه ثاني جئ أول مقال جيبوه بله ها اتباع يعني إعراب الها إعراب الها جيبوه يعني سعيد كرد هذا سعيد كرد تمام هو حتى به بصيري ولا أوكواكي كل لقب تابعي اسمه بد إعرابي بعد بس بيان لبدل يا بعث بيان مثل قول مقامي بكر واختاره في الكافية والتسهيل مصنف يجي اختيارية قولي كافية كلية ها هند كتاب أخوي كافية دا بله هند تسهيل يبقى بيقرر ومعلومة على الأولي يعني إضافة صار قولي أول على الأولي صار قولي أول هو إضافة هو إضافة صار قولي أن جواز الإضافة ها ويقول بله جواز إضافة حيث لا مانع دويجي كمانع بله دوان جي معنى كمانع من أو مانع شجي لا مانع من أل بله كمانع جألتنا منه لا مانع نك من المتعقد مانع من ال من بيانية بيانا مانع بيانا معنى أو مانع تجي أوكي. جي مانع أو مانع تجي وتأل بله تمام قال مثالوي نحو الحارس كرزن أنا قلت كرزين الحارس كرزن بله كرزن بقاتل سواء الكلام يقول الكلام صدارة الفاضل شما يعني نفس صدارة مش صدارة الفاضل وتشاغي هم الكلام توب بالسليم هذه بله يعني وقت
ظاهرا بأداة التعريف بسريته. بله تقدر معلومة الاحتباط هنا كان والمعلومة على الأول جواز الإضافة فيه هذا وجوب تقاضي والجواز تقاضي والمعلومة على الأول على الثاني قال له جو ما ثبته أما ذا أول إيه وجوب ما جائزة الإضافة ما جائزة ما يكون وجوب لا مشكلة أو جواز تقاضي على المدى الأول يعني على المدى الثاني احتباط على حسب الأول كده يكون عليه أو مثلا وهو أن يحدث من الأول ما يقابل الثاني ومن الثاني ما يقابل الأول واستغفره إنه كان توكلا بالله. وإلا أي وإن لم يكونا مفردين بله أجل نمفرد من بله نمفرد من بأن كان مركبين بيك هردو مركب كعبد الله كعبد الله زي العابدين عبد الله زي العابدين أو الأول مركبا والثاني مفردا إلا تبقى بالتمام بله يا أول مركبة الثاني مفردا كعبد الله كعبد الله كرد أو عكسه بله يا جئ بيكو عكسه يا أول مفرد أول مفرد ثاني مضاف كزيد أنف ناقتي لأنك أوش ترجمة شكتي بله فوضي دبيش معنى لما طعنو من يسمى جانا إنك تبي يقولوا جو طعنو تمام تعبير ما يكون ماشي والدم فوضي الدبي أتبع الثاني الذي ردف الأول وشيء له في إعراب أتبع الثاني تبقى تابع إيه ثاني إيه ثاني في جاي الذي ردف الأول يقول تبع الأول هم بدوي هاتي بله ده تبقى تابع له متعلقة بأسياقه بله تبقى تابع إيه أول را في إعراب بإعرابه ده بناء ستة أي بدل شيء تركيب هذا وعلى أنه بدل أو عطف يعني في شيء ده بيوك يازم بدل يازم عطف ويجوز القطع يعني عن تبعيتي بله جائزة قطع نعطي أبديله أتابع كلمة واحد بله هل عليه ويجوز القطع عن التبعية ها يبدأ تشكي إلى ماذا متعلق تمام كان بس دع ما يريبك إلى ما لا إلى ما يريبك تمام كان كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم بله قلنا كيف ذهب إلى الرفع والنسب يبقى جريمة شناب بتقديره هو أو أحد بيت هاري بار حيواتك كخبر انتهي بله هاري بار نسبيباتك مفروض كان أدياز وإن كان مجرورا إن كان مجرورا فاضل أجل مجرور ليش الجميل كاري هاري قد ردي هاري بار رفع النسبي بله وإلى النسبي يعني فقط بله ما نسبي فقط إن كان مرفوعا لذلك لا شبات جريمة شكينا بتشتك وإلى الرفع وفي هذه البارة إن كان منسوبا أجل منسوب بكالم أبيع كما ذكره بالتسهيل تمام الياء بالتسهيل دا كيدا بتكفية رحمه الله تمام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم